أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. شاهدوا هذا المقطع. مرحبا يا هلا ومية هلا وألف هلا وسهلا ومرحبا يا هلا ومية هلا وألف هلا. حياكم الله، شرفوا أهلا وسهلا. هلا شيخ، هلا عيوني، يا أهلا وسهلا ومرحبا يا هلا ومية هلا وألف هلا. مصطفى دائما يسأل عنك والعقل والحكمة. جزاكم الله خير. والله ما يقول لي بالسيارة. يا اهلا وسهلا ومرحبا. وندعو له دائما للدكتور، ندعو له بالصحة والعافية والقوة والنشاط. الحقيقة يعني وجوده الآن بالساحة مسألة ضرورية. اي والله. وجوده مو بس كشخص، وجوده كفكر، وجوده كأهداف، وجوده كمنهج، وجوده كطريقة حياة وفهمه للحياة. ولهذا بحاجة إلى تواجد الدكتور عياد علاوي، وبحاجة إلى فكرة، وبحاجة إلى منهجه. ونتمنى إلى الصحة والعافية والسلامة والقوة والنشاط أكثر وأكثر لخدمة العراق، خدمة بلده وخدمة شعبه وخدمة ناسه. حياكم الله ومرحبا. عرف سماحة السيد حسين الصدر المعروف بأبو الكاظمية، عرف بالبشاشة، وعرف بطيب الاستقبال وحسن الاستقبال، وكلماته كلمات شبابية. حبيبي يا عمري، يعني ذن الكلمات الحلوة مثل ما هو حلو. ولكن سماحة المرجع الله يحفظك ويسلمك، من المفترض أنه مكتب سماحتك يعي ويفهم خطورة الإعلام. اللي أنت مستقبله هو إياد علاوي، وهو رجل سياسي عراقي، وفي يوم من الأيام كان هو رئيس وزراء، وهو صاحب كتلة كبيرة تمثل شرائح من المجتمع، هذا لا ينكر. لكن سماحة السيد هو قبل هذا اللقاء ب7 أيام طلع في مؤتمر لكتلته يتكلم وقال أنه إحنا حاربنا الشيوعيين. وطبعا الشيوعيين هم جزء من البلد، وحربهم يعني حرب شعب، يعني معناه هو كان يحارب الشعب. واستمر بقوله أنه أنا بعثي وأتشرف أن أكون بعثي. وبطبيعة الحال هسه ذني يعني هو يتشرف في انتمائه، هم متولي. لكن سماحة المرجع أنت تقول له أنه أنت مطلوب في هذه المرحلة، لأنه الوطن رايدك والبلد رايدك، يريد فكرك، يريد وجودك، يريد. سماحة السيد أنت الآن تنطي شرعية. الناس تباوع لعمامة سماحتكم بنظرة كبيرة جدا، وأنت رجل مؤثر، أنت مرجع ومن عائلة ومن سلالة طيبة طاهرة. لكن هل هذا سماحة السيد يصير؟ هذا ما يصير أن يظهر بالإعلام. ممكن أنه أنت حضرتك تجامله لحالك بينك وبينه، أما في الإعلام وأنه حضرتك تقول له أنا أدعو لك وضروري فكرك يكون موجود. وأي فكر سماحة السيد؟ إياد علاوي رجل بعثي، قبل 2 هو كان يسب رجال الدين ويغلط على رجال الدين، وأنت واحد من رجال الدين. إياد علاوي لا يحترم رجال الدين، بل يهزأ بهم، حالة من حال نظرية البعثيين اللي موجودين. فما أعرف هل أنه المكتب مال حضرتك حتما هم يستلمون رواتب ويستلمون فلوس ومستفيدين من حضرتك، يعني أيعقل أنه أغبياء هم ما فكروا أنه هذا المقطع يكون فيه لبس ولغط وأشياء خاطئة؟ يعني أسفي، كل الأسف لأعضاء مكتبك أن ينشرون هكذا مقطع. هذا المقطع مشكلة. سماحة السيد ترى جايك مو لطلب الشفاء إلك، لا،
هو بدأت الآن الحملات الانتخابية، وهو الآن يبحث عن أي صوت يؤيد كتلته ويؤيده هو. هذا رجل كبير في العمر، لا عنده حركة بمشيه، لا عنده حركة في كل شيء. بعدين هو ما يدري بكل شيء سيدنا، أي شيء ما يدري. أتمنى أن تصل الرسالة لمكتب السيد. عيب أن يمتدح مثل إياد علاوي في حضرة مرجع، وعلى الإعلام أن يشوف. دمتم سالمين.